يا مساء الفل عليكم واحلى اخوات ومتابعين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا الايام وعليكم بخير يا رب، اللهم امين. هنعمل النهارده باذن الله بصوا بقى، تسموها كيكات تسموها فطاير الطاسه، المهم ان احنا هنعمل النهارده حاجه كده حلوه جدا، حاجه مش هتاخد مننا غير 10 دقايق بالظبط. وفري فلوسك بجد، وفري فلوسك واعملي لولادك حاجة من أسهل ما يكون، شكلها حلو جدا والطعم بتاعها بجد بجد خطير. هنعمل النهاردة كيكات صغيرة كده في الطاسة، بدون زبدة بدون زيت، وسهلة قوي، وطريقة التشكيل بتاعتها وهمية. تعالوا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حطوا لايك للفيديو وتعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا كده مبدئيا 3 حبات من البيض، معايا كمان نص معلقة من الفانيليا، ومعايا كوباية إلا ربع من السكر. هضرب كله كده بالمضرب الكهربائي، على فكرة مش شرط أبدا نستخدم مضرب كهرباء، ممكن مضرب سلك يدوي، وممكن يتعمل كله في الخلاط، ممكن تحطش كله في الخلاط. هنزل كده بمعلقة من الخل، معايا كمان كوباية ونص من الدقيق. مهم قوي الخطوة دي ان احنا انخل كل المكونات الجافة. معلقتين من الكاكاو الخام غير محلى، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح. هنخل كله عشان طبعا التكتلات اللي انتوا شايفينها دي، وزي ما احنا قلنا هضرب كله، ممكن يكون في الخلاط وممكن بالمضرب اليدوي. نزلت كمان بكوباية الا ربع من الحليب بدرجة حرارة الغرفة، ولا هو سخن ولا هو ساقع. هخلط كده المكونات كلها مع بعضها، وده القوام اللي انا عايزاه، اخف شوية من الخليط بتاع الكيك العادي. تعالوا نشوف بقى ايه طريقة التقديم بتاعتنا. جبت كده ازازه بتاعت اللي هي الميه المعدنيه دي فاضيه عندي، او ازازه عصير، اي حاجه بلاستيك، وعملت لها فتحه كده بسكينه، سخنتها على النار وعملت لها فتحه صغيره. نقدر كمان نشكل في الكيس الحلواني لو عندك كيس حلواني او كيس تلاجة. هوريكم النهارده طريقتين في التشكيل. تمام. ولو ما عندكيش ولا ده ولا ده متوفر، نقدر نشكل لو عندك كبشه صغنططه كده ممكن تعملي بيها بس وزن ايديكي، علشان الحجم بتاع الكيكات يطلع متساوي، لان احنا طبعا ايه هتشوفوا معايا دلوقتي هنلزقهم فوق بعض. تمام. معايا كده طاسه تيفال على النار، دهنتها بدهنه زيت خفيفه خالص، وهبتدي اخلي النار بتاعتك هاديه جدا جدا، النار تكون هاديه خالص، ما تاخدش غير دقيقه واحده على النار، يعني يا دوبك كده 30 ثانية و30 ثانية بتكون استوت، ما تطوليش ابدا عليها على النار علشان ما تغمقش لونها وما تتحرقش منك. تمام. والنار تكون هادية جدا، بسرعة بسرعة، ما بتاخدش مننا وقت. ادي طريقة التشكيل زي ما انتوا شايفين، بشكلها هنا اهوت بالازازة، وكمان ادي الكيس الحلواني، ادي كده طريقتي. وممكن زي ما اتفقنا لو عندي كبشة صغنططة اعمل بيها، بس ايه يعني اوازن ايدي بقى عشان يعني الحجم بتاعهم يطلعوا قد بعض. تمام كده. عايزه اقول لكم الكيكات دي حلوه جدا، بتنفع قوي في المدارس، طبعا جاي علينا مدارس، وفري فلوسك لاولادك، اعملي لهم حاجه نظيفه في البيت، مش هتاخد منك 10 دقايق والله. وحتى كمان لو جالك ضيف على فجأة هتعمليها، مش تاخد منك وقت ابدا. طريقه التزيين بتاعتها سهله، وليها اكتر من طريقه في التزيين طبعا. بسرعه بسرعه، وتقدري تاخديها كمان معاكي في اي مشوار، في مصيف، في اي حته. بصوا حلوه جدا وسريعه جدا، حتى لو هتعمليها اخر الليل. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكميه ادتني قد ايه، من كوبايه ونص دقيق. بصوا عملنا كميه ما شاء الله عليها. تعالوا بقى نشوف التزيين هنعمل ايه. جبت كده باكت من الشوكولاته بتاعت المطبخ، اللي هي العادي خالص الخام دي، وسيحتها على حمام مائي، حمام بخار، وحطيت عليها معلقه من الزيت عشان برضو تديني لمعه وتخفف من القوام شويه. كمان سيحت كمان معايا على حمام مائي شوكولاته بيضه، قطع صغيره مش كبيره. وبدات ان انا زي ما انتم شايفين كده باخد القطعه وبلزقهم في بعض بالشوكولاته البيضه، وبعد كده بزينهم بالشوكولاته اللي هي الدارك اللي انتوا شايفينها دي معايا. الخطوه اللي انا هوريها لكم دي مهمه جدا وهتنفع معاكي قوي في التزيين، ان انا احط الكيكايه كده على الشوكه وابتدي انزل بالشوكولاته فوق الوش كده، مش هتاخد مني كميه شوكولاته كتير، كميه الشوكولاته هتبقى قليله. ولو انتي حابه تقللي كمان من كميه الشوكولاتات دي، ان هي ما يبقاش عليها شوكليت كتير، كمان تقدري تخليها يعني تلزقيهم في بعض كده، وتقومي جايه مشكله من فوق الوش كده، تمشي بخطوط خطوط كده، بس مش شرط ان انت تغطيها كلها. طبعا طريقه التزيين دي حاجه ترجع لك، ودي حريه شخصيه ليكي، زيني باي شكل يعجبك. تمام. تقدري تلزقيهم في بعض، بدل الشوكولاته البيضه تقدري تلزقيهم بمربى.
حلوة جدا. تقدري كمان تلزقي بنفس الشوكولاتة اللي احنا مسيحينها دي الدارك، نقدر نخلي الحشوة اللي من جوه بنفس الشوكولاتة الدارك. انا بس حبيت اخلف شوية، يعني يبقى في فرق ما بين الحشوة وما بين اللي بره. والشوية اللي فضلوا مني من الشوكولاتة البيضاء بدأت ازين بيهم الوجه زي ما انتوا شايفين كده. يعني اي شكل معاكي هيطلع خطير جدا وروعة. هي ما بتاخدش وقت خالص. انا طبعا هنا حطيتها على ورق زبدة. لو ما عندكيش ورق زبدة ممكن تفتحي كيس تلاجة وتحطي عليه عادي خالص. بعد كده هدخلها التلاجة لمدة 10 دقايق. 10 دقايق بس مش اكتر من كده. هتطلع يعني هتتماسك معاكي الشوكولاتة وهتطلع جامدة جدا وحلوة، وبسم الله ما شاء الله عليها، ولا احلى ولا اروع من كده. بصوا شكلها بعد ما خلصت. لو لسه مكملة معايا لغاية هنا ما تنسيش تحطي لايك. شايفاكي ما حطيتيش لايك للفيديو. حطوا لايك وتعالوا بصوا شكلها بسم الله ما شاء الله عليها خطيرة. تعالوا نفتح واحدة كده ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. بصوا المنظر بتاعها طبعا طرية جدا، مش ناشفة ولا اي حاجة. بصوا شايفين كده الشوكولاتة البيضاء من جوه، وحتى لو مربى هتبقى حلوة. وبصوا طرية جدا، طعمها خطير بجد.